السلام عليكم، اهلا بيكم في قناة كروشيه كافيه. النهاردة هنكمل طريقة التزايد والتناقص في غرز الكروشيه. في الدرسين اللي قبل كده خدنا التزايد والتناقص في غرزة الحشو، وفي الدرس اللي بعده خدنا التزايد والتناقص في غرزة النص عمود. والنهاردة هنكمل وناخد التزايد والتناقص في غرزة العمود بلفة. فانا هنا هبتدي من اول السطر وابتدي اعمل تزايد، وقلنا ان التزايد بالانجلش معناه increase، والاختصار بتاعه في الباترونات الانجليش المكتوبة INC. والتزايد فكرته واحدة في كل غرز الكروشيه، وهو ان انا بدخل في الغرزة الواحدة بدل ما بشتغل فيها غرزة واحدة بس بزود عليها غرزة كمان، وبيبقى عندي غرزتين في نفس الغرزة. فهنبتدي نشوف شكل التزايد في غرزة العمود. هدخل في اول غرزة هشتغل فيها عمود عادي، وفي نفس الغرزة هشتغل عمود كمان، وبكده انا عملت تزايد في غرزة العمود. هكمل الغرزة اللي بعدها هشتغل غرزة عمود، وفي نفس الغرزة هشتغل غرزة عمود كمان، فيبقى عندي 2 عمود في نفس الغرزة. هكمل في الغرزة اللي بعدها هشتغل فيها عمود، وفي نفس الغرزة هدخل فيها برضو واشتغل عمود كمان. اوكي، طبعا قلنا ان الانكريز او التزايد اللي بعمله في الغرز بيبقى على حسب ما الباترون بيحدد لي الغرزة. فلو قال لي اعملي تزايد في الغرزتين مثلا رقم 2 و3، فبعمل تزايد بشتغل غرزتين في الغرزة اللي هو حددها لي، وبشتغل غرزتين في الغرزة اللي بعدها على حسب ما الباترون بيحدد لي. بس المهم ان احنا نفهم ان فكرة التزايد او الانكريز في الغرز بمعنى ان انا بشتغل غرزتين في الغرزة الواحدة. اوكي، شايفين القطعة بدأت تزيد معايا وتاخد شكل دائري او تاخد كيرف نتيجة ان انا زودت فيه عدد الغرز، وبقى عندي في كل غرزتين بقى عندي غرزة واحدة، او في كل غرزة عمود بقى فيه 2 عمود. عندي اخر غرزة، في نفس الغرزة هشتغل عمود كمان. كده ده شكل التزايد في غرزة العمود بلفة. هنكمل وهنشوف طريقة التناقص في غرزة العمود بلفة. وقلنا التناقص بالانجليش معناه decrease، والاختصار بتاعه في الباترونات الانجليش المكتوبة بيبقى DEC. فلو الباترون قال لي اعملي تناقص او اعملي decrease في غرزتين العمود مثلا رقم 1 و2 او رقم 3 او 4، اي غرز الباترون بيحددها لي، فده معناه ان انا هشتغل الغرزتين اللي هو حددهم لي هشتغلهم في غرزة واحدة واختصرهم واخليهم يبقوا غرزة واحدة. فهنبتدي نشوف ازاي نعمل الديكريس او التناقص في غرزة العمود بلفة. هبتدي الف الخيط واشتغل غرزة العمود بتاعي بالطريقة العادية، وبعدين هسحب الخيط وهطلع من حلقتين بس، زي بالظبط ما كنت بعمل في طريقة وصل الخيط في تغيير لون الخيط اللي خدناها قبل كده. بطلع من الحلقات لحد ما يبقى عندي حلقتين بس ومش بكمل الغرزة للآخر. هلف الخيط وادخل في الغرزة اللي بعدها واسحب الخيط واطلع والف الخيط واطلع من حلقتين بس. اوكي، فهيبقى عندي 3 حلقات على الإبرة. هلف الخيط وهطلع من ال3 حلقات. كده انا اختصرت الغرزتين العمود خليتهم بقوا غرزة واحدة وعملت تناقص في الغرزتين. هنشوف ازاي برضو نعمل تناقص في الغرزتين اللي بعدهم. هلف الخيط وهشتغل غرزة العمود بتاعتي في الغرزة اللي بعدها. اوكي، هيبقى عندي 3 حلقات، هطلع من حلقتين بس ومش هكمل غرزة العمود للآخر. هدخل في الغرزة اللي بعدها واشتغل غرزة عمود واطلع من حلقتين ومش هكمل الغرزة للآخر. فهلاقي ان فضل عندي 3 حلقات على الإبرة. هلف الخيط وهطلع من ال3 حلقات. كده انا عملت ديكريس في الغرزتين اللي بعدهم. هلف الخيط واعمل تناقص في الغرزتين العمود اللي بعدهم. هدخل في الغرزة وهشتغل غرزة العمود
ومش هكملها للاخر، هطلع حلقتين بس، وبدل ما الف الخيط واطلع من الحلقتين اللي بعدهم لا، هسيب الحلقتين ومش هكمل غرزة العمود للاخر. هلف الخيط وهدخل في الغرزة اللي بعدها. اوكي، هطلع من الحلقتين اللي قدام بس ومش هكمل غرزة العمود للاخر. وفي الاخر لما يبقى عندي 3 حلقات على الابرة هلف الخيط وهطلع من ال3 حلقات. هعمل بعد كده تناقص في الغرزتين اللي بعدهم، هلف الخيط وهشتغل غرزة العمود بتاعتي ومش هكملها للاخر. هلف الخيط وهطلع من حلقتين بس. كده انا عملت غرزة العمود لغاية نصها وما كملتهاش، وسبت اخر حلقتين على الابرة. هدخل في غرزة العمود اللي بعدها وهشتغل برضو غرزة عمود ومش هكملها. هسحب الخيط وهطلع من حلقتين، هيبقى عندي في الاخر 3 حلقات على الابرة. هلف الخيط وهطلع من ال3 حلقات مرة واحدة. كده انا عملت تناقص في السطر كله، واختصرت كل غرزتين اختصرتهم وخليتهم بقوا غرزة واحدة. تمام. هوريكم برضو تناقص تاني. التناقص تاني في السطر اللي بعده هرتفع ب3 سلاسل وهبتدي اعمل تناقص في السطر اللي بعده. هلف الخيط وهشتغل غرزة العمود. اوكي، وهطلع من حلقتين بس ومش هكملها للاخر. وبعدين هدخل في الغرزة اللي بعدها وهطلع من حلقتين بس ومش هكملها للاخر. وبعدين هطلع من ال3 حلقات مرة واحدة. اوكي، وبعدين هعمل تناقص في الغرزتين اللي بعدهم وادخل في الغرزة اللي بعدها. شايفين بقى عندي 3 حلقات، هسحب الخيط وهطلع من ال3 حلقات. كده انا عملت تناقص في غرزة العمود بلفة. وبكده نكون شفنا طريقة التزايد في غرزة العمود بلفة وطريقة التناقص. ويا رب تكونوا استفدتوا، واشوفكم في الدرس اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله.